هنتكلم هنا عن أهم حاجة ممكن يحتاجها لاعب شطرنج عشان يعرف يحلل أدواره، عشان يعرف يقرأ الأدوار بتاعة اللعيبة التانية أو إنه يدرس كتاب شطرنج. هنتكلم عن الترقيم الجبري، وهو الطريقة الرسمية اللي إحنا بنعتمدها كلاعيبة شطرنج عشان نكتب بيها النقلات، عشان نوثق الأدوار أو نقرأ أدوار سابقة أو نحلل حتى أدوار. بدل ما نقعد نوصف في النقلة بنكتبها برمز واضح وسهل يتفهم في أي مكان في العالم. الترقيم بيعتمد على الحروف اللي هي A و H، اللي هي من A لل H، العواميد، عمود ال A، عمود ال B، وعمود ال C، وكذلك بالنسبة للصفوف: الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث، من ناحية الأسود الصف الثامن، الصف السابع، والصف السادس. القطعة ليها رموز، يعني القلعة أو الطابية أو الرخ بالإنجليزية هي اسمها روك فبنرمز لها بحرف R كابيتال. الحصان بالإنجليزي هو نايل فبنرمز له بحرف ال N. أما بالنسبة للفيل فهو بيشوب وبنرمز له بحرف ال B فور بوك. الملك هو كينج فبنرمز له بحرف ال K كابيتال. أما الملكة أو الوزير عندنا في العربي بالإنجليزي بيسموه كوين أو ملكة فبنرمز له بحرف Q. بالنسبة للبيدق احنا ما بنقولش بون، ما بنرمزلوش بأي حرف، احنا بنكلك اسم المربع على طول وبنفهم من ده إن ده بيدق. الترقيم الجبري في الشطرنج فيه كذا نوع منه، كلهم بيستخدموا نفس الفكرة بس بيختلفوا في درجة التفصيل. في الترقيم الجبري المختصر ده أكتر نوع مستخدم حاليا سواء في الكتب أو المواقع أو حتى برامج الكمبيوتر. مثال لما أقول مثلا E4 أبقى يعني إيه E4؟ ادي اتفقنا ان في عمود اسمه الاي وعمود البي، عمود السي وعمود الدي، ده عمود الاي. فاي 4 اكيد على عمود الاي 4 الصف الرابع، فلما اقول اي 4 هيبقى البدأ ده اتنقل مربعين لقدام. انا ما بقولش بون اي 4، لا هو اي 4 على طول. ده النوع اللي بنتكلم عنه اللي هو الترقيم الجبري المختصر. لو الاسود مثلا رد وليكن دي 5، فين الدي؟ A B C D، النقل على الاسود ده عمود الدي. دي 5 قلت دي 5 على طول فده بدأ، بل البدأ ده اتحرك مربعين لقدام. اقول مثلا انا وليكن نايت سي 3 ان سي 3، ففين فين نايت اهو، ان يعني نايت، سي يعني على عمود السي 3، يبقى نايت سي 3 هو ده المقصود بالرمز ده. طيب لو في قطعتين ممكن تروح نفس المربع بنضيف حرف العمود او رقم الصف للتمييز. يعني مثلا على سبيل المثال ده بوزيشن هنا، ممكن اقول النقل على الابيض واقول مثلا روك A4، بس في اتنين روك هنا، ادي واحده وادي التانيه، روك A4 اي واحده دي ممكن تيجي على E4 ودي برضو ممكن تيجي على E4، فلازم نميز. فممكن نقول روك A1 اللي هي الروك اللي على A1 A4، فهنستنتج ان هي الرخ دي اللي اتحركت. بينما لو قلت روك B4، روك اللي هي على البي عمود البي 4 الصف الرابع A4 A4 تبقى هي دي الرخ اللي تحركت. في نوع تاني من الترقيم الجبري وهو الترقيم الجبري الكامل. النوع ده بيوضح كل حاجة زي القطعة كانت فين وراحت فين، مفيد للمبتدئين او لو انت لسه بتتعلم، وفي كتب فيها النظام ده. طيب زي ايه مثلا؟ يعني على سبيل المثال احنا اتفقنا خلاص اما اقول E4 عرفنا ان ده الاي 4. لا، في الترقيم الجبري التاني اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الكامل بتتقال كده: بون E2 اللي هو على الصف الثاني، بون E2 E4، فبفهم انا بقى ان البدأ ده اتحرك مربعين. الترجيم الجبري اللي هو البسيط خالص اللي اغلب الكتب بتعتمد عليه اللي هو المختصر، ممكن يرد عليك يقول لك مثلا ايه نايت سي 3، خلاص عرفت نايت سي 3 اللي هي دي. خلينا نقول مثلا ده لعب سي 5 اللي هي النقله دي، مثلا نايت سي 3، خلاص انا عرفت نايت سي 3. النوع بقى اللي بنتكلم عنه دلوقتي اللي هو الكامل مش هيقول نايت سي 3 كده على طول، لا هيقول نايت بي 1 اللي هو على البي 1 سي 3. فرق بسيط خالص بينهم يعني. في نوع بيبقى مختلف شويه وهو الترقيم مع الرموز.
ده انت بتشوفه في بعض الكتب. ممكن اوريك مثال على النوع ده من التقييم. على سبيل المثال ده هتلاقيه حاطط رموز هنا زي رمز الفيل، زي رمز الحصان. ممكن نستبدل رمز الحصان ده مثلا اللي موجود هنا ده، ممكن نستبدله بحرف الان. علامة القلعة دي ممكن نستبدلها بحرف الار وهتدي نفس المعنى يعني. ده مش ده سهل جدا، قرايته سهلة جدا، لكن اللي احنا بنعتمده اللي هو الترقيم الجبري المختصر، ده اللي احنا بنعتمده، ده اللي هو هتلاقيه شائع اكتر حاجة. وعرفنا كده ان في كذا نوع. اول نوع اتكلمنا عنه اللي هو الترقيم الجبري المختصر، والترقيم الجبري الكامل، واتكلمنا عن الترقيم اللي هو بيبقى بالرموز. نيجي لاخر نوع وده قديم جدا، كان تلاقيه في الكتب القديمه زي الاربعينات والخمسينات، يعني اسمه الترقيم الوصفي. ده نظام قديم واختفى يعني. بدل ما نكتب مثلا، بدل ما نقول E4 بيقولوا B شرطه K4، فبي اللي هو جاي من بون يعني بي فور بن شرطه كده، وبعدين يقول لك ايه K4 يعني الملك الرابع، يعني على عمود الملك الرابع. كلام مش واضح بس انا هشرح بامثله من الكتب عشان تكون واضحه اكتر. دي كل انواع الترقيم الجبري اللي انت هتحتاجها عشان تعرف تقرا اي كتاب شطرنج او حتى تسجل ادوارك بيه. نيجي نبص مثلا على الترقيم الجبري اللي هو اول واحد شفناه اللي هو المختصر. بيقول لك مثلا نايت اف 3 على طول. نايت اف 3 خلاص انا عرفت نايت اف 3 دي عباره عن ايه. دي النايت اف 3 خلص. ان اف على عمود الاف 3 على الصف الثالث، سهله جدا. بقى في الترقيم الجبري اللي هو الوصفي ده القديم ده بقى يقول لك ايه نايت وبعدين شرطه وبعدين كي اللي هي كينج وبعدين بي اللي هي رمز الفيل وبعدين 3. افهم انا ايه من الكلام ده؟ افهم نايت اللي هو حصان، تمام، يبقى ايه نايت ان حصان. بعدين بيقوم جاي مثلا قايل شرطه بيفصل الكلام، وبعدين يقول لك كينج بيشوب 3. كينج بيشوب اللي هو ايه؟ كينج بيشوب اللي هو فيل الملك يعني 3 على الصف التالي. هو معقد شويه بس انا هديك مثال عليه هتلاقيه ان هو سهل جدا، بس الاسهل طبعا اول حاجه انا اتكلمت فيها اللي هو المختصر. ده ابسط نوع. خلاصه الكلام الترقيم الجبري ده لغه الشطرنج. لو عايز تتعلم تطور مستواك او تحلل لعبك لازم تتعلم تقراه وتكتبه. بتبدا بالمختصر ومع الوقت تلاقي الانواع الثانيه سهله خالص. تعال ندي امثله من الكتب بتاعتنا. ده النوع الاول، نوع اللي هو بالرموز ده. قال لك بي 4 اي 5. طيب فين بي 4 اهي؟ بي 4 يعني بيدا. قال لك اي 5 فين الاي؟ اهو عمود الاي 5 يعني بيدا، فده اللي اتلعب. بعدين قال لك حاطط لك رمز الفيل بيشوب بي 2، فشفنا بيشوب بي 2 اهو، بيشوب على البي عمود البي في الصف الثاني. بعدين قال لك بيشوب اكس بي 4. اكس دي علامه الاغ، يعني لما تشوف علامه اكس يعني قطعه خدت قطعه. فقال لك بيشوب اكس بي 4. اكيد مش البيشوب ده يعني، ما هي برضه فيها حته منطق يعني، فهو ده اللي اخد. بعدين قال لك بيشوب في اي 5. بيشوب اي 5 اهي، تمام، يبقى عرفنا ان في بيشوب في اي 5. بعدين بيمشي الدور عادي. نايت اف 6 اللي هو النايت ده اكيد مش ده يعني، ده مش هيجي على اف 6 يعني، برضه فيها حته لوجيك. بعد نايت اف 6 قال لك سي 4. فين السي؟ ادي عمود السي. سي 4 قال سي 4 على طول يبقى ده بيدا، وهكذا. ده نوع اللي هو الترقيم الجبري اللي هو بيبقى بالرموز. طيب نيجي للنوع اللي بعده وهو الترقيم الجبري اللي هو المختصر بقى السهل. خلينا نبدا بعرض اللاين على طول. اي 4 اي 5 نايت سي 3. اي 4 اي 5 نايت سي 3. في علامه هنا وهحطها لك، علامه تعجب وعلامه استفهام، هقول لك معناها فيما بعد. نايت اف 6 بيشوب سي 4.
ادي نايت اف 6، بعدين بيشوب على السي 4، اكيد مش الفيل ده يعني، ده بيشوب سي 4، فيبقى هو دي نقله بيشوب على السي 4. نكمل، قال لك بيشوب بي 4 عند الاسود، بيشوب بي 4 اللي هي دي على عمود البي على الصف الرابع. ولاحظ ان النقله لما على الاسود حاطط 3 نقط قبلها كده. بعدين قال لك ان اف 3 يعني نايت اف 3. بعدين قال لك تبييت، الصفرين اللي جنب بعض دول وبينهم شرطه، ده تبييت، ده تبييت قصير. لو عايزين نعمل تبييت طويل هنزود شرطه ونزود زيرو كده، فيبقى 3 زيرو كده جنب بعض، ده اسمه تبييت طويل. معنى الرمز ده تبييت، فهنا الاسود عمل تبييت. بعدين قال لك تبييت، تمام. بعدين قال لك دي 6 اللي هي النقله دي. بعدين قال لك نايت دي 5 اللي هي النقله دي. يبقى هو ده الترقيم الجبري المختصر السهل اللي انت اغلب الكتب الحديثه بتاع الشطرنج او حتى اللعيبه اللي بيدونوا ادوارهم في المسابقات بيستخدموه. ده اللي هو المختصر. نيجي بقى للنوع المعقد وهو الترقيم الجبري الوصفي القديم قوي، كتاب تلاقيه من السبعينات والستينات والاربعينات. طيب ده البوزيشن اللي معانا. نفتح الكتاب ونشوف. بيقول لك كوين كينج 4 سي اتش يعني تشيك. كوين كينج 4 تشيك. فين الكوين؟ اهو. كينج 4 يعني على عمود الملك، 1 2 3 4 بتشيك. تمام. قال لك كينج روك 4. فين الكينج؟ اهو. قال لك روخ 4 اللي هي هنا؟ لا، اللي هي هنا. واحد هيقول لي يا عم ده مكتوب على الصف الخامس، هقول لك تمام، ما هو وصف يعني بيوصف، بس هو فعلا 4 من ناحيه الاسود، ادي 1 ادي 2 ادي 3 4. بعدين قال لك كوين روك 7 تشيك. كوين اهي روك يعني عمود الرخ 7 الصف السابع تشيك. رد عليه قال له كوين روك 3. ادي الكوين وادي الرخ الثالث من ناحيه الاسود، 1 2 3، فقال له كوين روك 3. بعدين كوين بيشوب 5. كوين بيشوب 5 كوين بيشوب 5 واحد، ده عمود الفيل، فيل الملك، 1 2 3 4 5، يبقى هي دي كوين بيشوب 5. قال لك بون بي 4. بون بي 4 دي النقله اللي بتتلعب. بون بي 4 ده المقصود ببون بي 4. بون بي 4 يعني بي دي ترمز للبيشوب، فده بدأ الفيل. بيشوب يعني فيل، فده بدأ الفيل الرابع، نقل هنا 1 2 3 4. ده مقصود بالنقله اللي هو يقصد. بعدين راح قال لك ايه بقى؟ قال لك بون كينج 6. ادي بون اهو، كينج على عمود الملك عمود الاي 6 يعني على الصف السادس. قال لك بون بي 5. تقدم تاني. هتقول لي يا عم ده على الصف الرابع، اقول لك يا عم اسمه التطبيق، اسمه الوصفي يعني. ما تدققش، النظام ده اصلا ما حدش بيستخدم. بعدين قال لك بون كينج 7. تمام، بون كينج 7. بعدين كوين بي 3 تشيك. كوين بي 3 تشيك اللي هي دي. بي مقصود بيها عمود الفيل، والفيل بيبقى على عمود السي، ده اللي مقصود بيه. كوين بي 3 تشيك. فقال له كوين بي 3 تشيك وينز. يعني ايه؟ يعني راح اعمل كده وقال له كش. الاسود هياخد. قال لك وين بقى؟ خلاص هو ما كملش اللاين عشان خلاص هو النقله دي مش منطقيه يعني. انت بتعمل ايه؟ تشيك اهو. انا بقى بقول لك بكش. هتاخد، هاخد، هتقدم، هرقي بكش، والبدأ ده مش هتعرف ترقيه وبقى معاه وزير وانا كسبت. ده اخر نوع من الترقيم الجبري الوصفي ده. نيجي بقى للعربي بقى، المرار. انا مش هتكلم عنه كتير عشان هو اصلا مش معروف وما حدش بيقراه اساسا، حتى احنا بنستخدم الانجليزي لانه اسهل واوفر يعني. هو في العربي بيقسم، بيقعد يقول لك ايه، العمود ده اسمه عمود رخ الملك، سوري، العمود ده رخ الملك، ده عمود حصان الملك،
عمود فيل الملك، فاقول لك رخ الملك بيرمزوا للعمود ب خ، وبعدين حصان الملك اللي هو ح م، وبعدين فيل الملك فيل م، وبعدين الملك م، وبعدين الوزير واو، وبعدين وهكذا يعني. فخلينا اديك مثال بسيط. طيب خلينا نشوف الشكل رقم 6. بيقول لك حاله نموذجيه يمكن ان تحصل بصعوبه جدا ومش عارف ايه. طيب ادي الشكل رقم 6 اهو. بوصفها ازاي؟ قال لك ليس على ابيض يعني لعب رخ واحد ملك تشيك. ادي الرخ واحد ملك اللي هو على صف الملك الاول تشيك، يعني الرخ دي هتيجي هنا تقول للملك الاسود كش، فالملك الاسود ما يقدرش يجي هنا ولا هنا عشان الوزير فهيبعد، فانت هتاخد ايه؟ هتاخد الوزير الاسود. ده الترقيم الجبري العربي. يعني هديك مثال من دماغي انا كده سريعا. مثلا يقول لك ايه؟ ب م 4 يعني بيضك الرابع ملك. فيقول لك ايه؟ ب م 5 يعني بيضك الملك الخامس اللي هو ده ناحيه الاسود يعني الصف الخامس. بعدين يقول لك ايه؟ حصان الثالث فيل الملك. فحصان الثالث اللي هو حصان ده الثالث الصف الثالث فيل الملك يعني على عمود فيل الملك. حصان الثالث فيل الوزير. حصان الثالث فيل الوزير. تمام. وبعدين يقول لك ايه؟ بيضك الثالث فيل الوزير. فين فيل الوزير؟ اهو، ما احنا خلاص عارفين ان ده اسمه جناح الوزير وده اسمه جناح الملك. هو هنا بيقول لك بيضك الثالث فيل الوزير اللي هو ده بيضك الصف الثالث فيل الوزير. فهو راح قال لك مثلا ايه؟ فيل الملك رابع فيل. مثلا فيل الملك فيل جناح الملك رابع فيل 1 2 3 4. ده العربي يعني، وهو معقد برضه زي النظام الوصفي. وعلى فكره الترقيم العربي اصلا متاخد في الاساس من الانجليزي، من اللي احنا شفناه ده الكتاب ده. ليه؟ لان لما بدانا بقى العرب زي مثلا الاستاذ عبد الرحمن محفوظ وغيرهم ان هم يترجموا، كانوا بيترجموا عن كتب قديمه. يعني تيجي تبص بقى كتاب زي الشطرنج علما وفنا والكتاب العربي ده اللي احنا فتحناه وشفناه مع بعض ومش عارف ايه، كانوا بيترجموا من الكتب دي. فاقرب حاجه للعربي هو الانجليزي ده. بص، كوين كينج 1 تشيك، احنا بقى نقول لك ايه؟ وزير ملك واحد كش، وهكذا. فهو اصلا مستنسخ يعني. هي دي بس الفكره منه. خليني اعرفك بقى على اشكال الرموز بتاعه التبيين او بتاعه الشطرنج بشكل عام. الرموز اللي بتستخدم في الوصف زيها زي الحاجات دي. انا مثلا قلت نايت اف 3 وحاطط جنبها علامه تعجب. علامه التعجب دي مثلا معناها ايه؟ تمام. اول حاجه علامه الاكس معناها اخذ. لما اقول مثلا E4 D5 فاخذ، فاقول EX D5 EX D5. خلاص سهله اهي. تاني حاجه الزائد. زائد يعني انا بديله كش. الشباك دي يعني كش مات، خلاص انا هموت. الاتنين او دول يعني تبييت قصير، التلاته مع بعض تبييت طويل. يساوي كوين يعني بدأ اترقى لوزير. يعني على سبيل المثال لو جيت لبوزيشن زي ده وهفترض ان الابيض اللي عليه اللعب واخد، رقيت وزير، فهتتكتب كده A اللي هو بدأ الايه، X اللي هو اخد B8. ممكن اقول B8 على طول، او R اللي هي رخ B8 بكتب علامة يساوي صغيرة وبكتب Q يعني وزير. طيب لو قطعتين بقى مثلا اخد، ينفع اقول مثلا بون تكس نايت؟ لا، لازم اقول مثلا بون اف اكس ان اي 7 او اي 7 على طول. ولو ده اللي اخد هقول بون دي اكس ان اي 7 او بون دي. ما بقولش بون بقى، ممكن اقول دي على طول، دي اكس يا اما نايت اي 7 او اي 7 على طول. لو قطعتين مثلا زي ما احنا عارفين ينفعوا يجوا على نفس المربع. يعني مثلا القلعه دي تنفع تيجي هنا لو الابيض عليه اللعب والقلعه دي، فما ينفعش اقول مثلا روك سي 4، ما هي اني رخ فيهم، فبحدد بقول مثلا روك سي 2 سي 4، او اقول روك سي 7 اللي هي الرخ اللي على الصف السابع يعني سي 4.
ده في حاله لو قطعتين من نفس اللون هيقدروا يروحوا على نفس المربع، فبحدد انهي قطعه بالظبط. ده قريب من اللي هو النوع الثاني اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو الترقيم الجبري الكامل. بعد كده في الاخذ بعد كده في الاخذ بالمرور او الاكل بالتجاوز، اللي هي مثلا نقله زي دي. خليني اوريها لك مثلا خلاص احنا عارفين بقى قواعد الاخذ بالمرور. قلنا لو عندك بدأ على الصف الخامس والبدأ المجاور على اي عمود من المجاور، تحرك مربعين للامام تقدر تاخده بالمرور. هنا ممكن نكتب اي اكس اف 6 عادي خالص، سهله جدا كده، اي اكس اف 6 مفيش اي مشكله. وممكن اكتب الرمزين دول اللي هو اي دوت بي اي اكس اف 6 او اي بي اكس اف 6، وانت هتفهم كده ان هي بايه، بالتجاوز او دي رموز تانية مهمة برضو احنا بنستخدمها اثناء تسجيل دور الشطرنج. لو في نقلة قوية بنحط جنبها علامة تعجب، لو في نقلة عبقرية جامدة قوي يعني بنحط جنبها علامتين تعجب، بنسموها بريليانت. يعني نقلة ضعيفة علامة استفهام، نقلتين استفهام جنب بعض دي بلندر، يعني كارثة مصيبة انت عملتها. علامة استفهام وجنبها علامة تعجب يعني نقلة غريبة بس فيها فكرة، نقلة مشكوك في أمرها، يعني مش أحسن حاجة، مش متأكدين، هي فيها فكرة بس مش واضحة. علامة تعجب وبعدها علامة استفهام هي نقلة مش مطمئنة، لكن مش سيئة لدرجة إن هي ترتقي إن هي تكون مثلا ضعيفة. ده برضو من الرموز المهمة جدا اللي بيتم استخدامها في الترقيم. يبقى الملخص بتاعنا: الملك كينج هنرمز له بكي، الملكة كوين بكيو، القلعة أو الرخ بآر، الفيل بيشوب ببي، والحصان نايت بإن، والبدأ ملوش رمز، احنا بس بنكتفي بكتابة اسم المربع E4. خلاص أنا عرفت إن ده اسمه E4. الفيديو بقى طويل جدا أنا آسف، بس طبعا كده تعتقد كفاية، مش هنحتاج حاجة تانية نتكلم فيها عن الترقيم الجبري لأنه مش بالصعوبة اللي أي لاعب شطرنج ممكن يتخيلها.